السلام عليكم، أهلا بمتتبعي ومتتبعات قناة فتيحة شابون للأنظمة الغذائية الصحية والحمية. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم كيف كتشوفوا طليت عليكم بوصفة جديدة، حساء ديال الخضر بالدجاج ومنسم بالزعتر. حساء رائع وغزال إن شاء الله للشهر الكريم، خفيف وزوين وبنين. نظرا للمكونات اللي فيه فهو واحد الحساء إن شاء الله غادي تجربوه وما غاديش تندموا عليه. أقل ما يمكن أني نقول على هذا الحساء صحي. هذا هو الأهم، أنه صحي وبنين وكيجي خاتر وغزال إن شاء الله. بإذن الله تعالى غادي ندوزو مباشرة لطريقة التحضير ان شاء الله. على بركه الله غادي ندوزو باش غادي نشوفوا مقادير هاد الشوربه ديالنا نتاع الخضر بالدجاج ان شاء الله باذن الله. عندنا هنايا كيف ما كتشوفوا الصدر ديال الدجاج اللي بطبيعه الحال غسلناه بالملحه والخل مزيان واستقطرناه، ومن بعد العطريه اللي غادي ترافق هذا الدجاج كيف كتشوفوا هنايا: سكينجبير، الملحه، البزار، زيت العود، هذه هنايا مايزينا. بالنسبه للخضر اللي غادي تمشي، عندنا هنايا البصل، عندنا شويه ديال البرو، عندنا اللفت، عندنا القرعه، عندنا الجزر، عندنا المعدنوس، عندنا الكرافس، وهذا هنايا الزعتر غادي يمشي في الترميله نتاع الدجاج ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنديروا الدجاج ديالنا هنايا، غادي نزيدو عليه سكينجبير، الابزار، المليحه، نزيدو شويه من ديك مايزينا، وغادي نزيدو ان شاء الله تعالى شويه ديال الزعتر. غادي نخلط هادشي مزيان وغادي نخليه يرتاح على الاقل واحد نص ساعه ان شاء الله. عاد غادي يبدا في الطيب نتاعو باذن الله تعالى. الدجاج ديالنا هو ارتاح، من بعد ما ارتاح واحد نص ساعه غادي تقولي لي علاش درتي ليه داك مايزينا. هذيك مايزينا غادي تخليه غادي يبقى طري، وغادي تعاوننا باش الشوربه نتاعنا ان شاء الله باذن الله غادي تجي شويه شاده في راسها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهي مايزينا او الدقيق، الا ما توفرتش عندكم مايزينا ديروا الدقيق الكامل. كاين بعض الطرق في طهي اللحم، ومنين كيتشرملو كيتندار لهم مايزينا او الدقيق باش كيبقاو طريين، يعني ما كيخرجش داك الماء اللي فيهم نتاعهم، ما كيخرجش منهم، كيبقاو طريين. هذا علاش غادي نردو الدجاج ديالنا هنايا في الطنجره مع ملعقتين من زيت الزيتون، وغادي نخليوه يتشحر شويه. من بعد ما ترخف الدجاج غادي نضيفو عليه البصل والبرو ونخليوه تطلق هاد البصله هادي وهاد البرو الماء ديالهم. صافي البصله هي ترخفات، الدجاج ها هو حتى هو بدا كيتشحر. اصلا ما غاديش ياخذ لنا الوقت بزاف في الطياب، حيت مرقد من قبل ومقطع صغير، الصدر ديال الدجاج مقطع صغير، ما غاديش ياخذ لنا الوقت بزاف. دابا غادي نضيفو الخضر هنايا كيف كتشوفوا، غادي نضيف اللفت والجزر، وغادي نضيف حتى داك المعدنوس والكرفس حتى هما. خليت الاخر غادا تدخل على الطيراد، غادي نزيد القرعه، وخليت واحد شويه زيت شويه ديال المعدنوس حتى هو خليته حتى هو للاخر باش كيبقى اللون ديالو زوين. غادي نخلطوا هادشي مزيان. من بعد ما انسجمت ليا الخضر مع الدجاج والبصله والربيع وهذا، دابا غادي نزيد شويه ديال العطريه على حسب الخضره. هنايا غادي نزيد البزار والسكينجبير والملحه، خلاص حتى الاخير على حسب الذوق. الملحه كلها وذوقوا كنفضل حتى الاخير ان شاء الله. صافي دابا غادي نخلي هادشي يجي يتشحر مزيان، وغادي نروي وغادي نخليه يطيب على خاطر. دابا من بعد ما ترخات الخضيره نتاعنا ان شاء الله غادي نرويوها حتى نحسوا بها صافي قربت طيب ان شاء الله. وغادي نزيدو القريعه في الاخر، نوريكم الكميه ديال الماء اللي درت. غير شويه حيت راه عارفين هاد الخضره هادي كامله كتطلق الماء، فما كاين لاش نقويو الماء بزاف. هانتوما كتشوفوا صافي نخليوها حتى تقرب طيب كيف قلت، ونضيفوا القريعه ان شاء الله. الخضر ديالنا ها هي طابت، الدجاج ديالنا هو طاب. دابا ان شاء الله غادي نزيدو
داك القرعه اللي بقات عندنا، ولكن المعدنوس غادي نزيدوهم هنايا. كنا عارفين القرعه ما كتبغيش طياب بزاف، ما كتاخذش الوقت في الطياب دغيا. نقدو نخليوها غير شويه، واحد كملات حتى 5 دقائق صافي، ونطفيو البوطه ونخليوها تكمل طياب في الصاج باش ما تجيش لاويه، باش يبقاو الطريفات نتاع القرعه باينين لينا. واكيد خصنا ندوقو الملحه، كل واحد كيف قلت لكم كيدير الملحه على الذوق نتاعو. خليها ان شاء الله تكمل الطياب نتاعها ونشوف. هنايا كيف كتشوفوا معايا خديت واحد الكاس ديال الماء، زدت فيه واحد 2 معالق ديال مايزينا. هاد 2 معالق ديال مايزينا غادي تشوفوا شحال غادي نزيد فيهم، القدر اللي غادي نزيد فيهم نتاع الكوزه. غادي نزيدها هنايا، غادي نزيد نخلط هادشي مزيان، وغادي نزيدهم في الطاوه نتاعي باش غادي تعقد ليا ديك المرق، باش ما يجيش داك المرق جاري. من بعد ما درت القرعه ما كملتش حتى 5 دقائق، دابا غادي نمشيو نزيدو هاد المايزينا واحد 2 غليات صافي، وغادي نطفيو على الطاوه نتاعنا. ما تخافوش من الكوزه، بزاف الناس كيخافوا من الكوزه، ما عرفتش علاش. الكوزه عطريه بحالها بحال كاع العطريه كامله، غير هي خصها يعني تستعمل بالقياس المناسب. هادشي كاين الكوزه كتوالم كتير مع اللحوم البيضاء، مع اللحم ديال الدجاج، مع البيبي، مع اللحم ديال العجل الابيض، كتوالم كتير. ان شاء الله الا كان عندي الوقت غادي نقدم لكم واحد الوصفه باللحم ديال العجل الابيض، لا بلانكيت دوفو، غادي نقدموها ان شاء الله بلي شامبينيون وبلا كريم وداكشي، كتجي غزاله. وكندخل فيها حتى الكوزه. انا الاطباق ديالي دائما ديال اللحم البيضاء كندخل فيهم الكوزه، ما عندها حتى شي ضرر، كتجي زوينه وكتزيد النسمه ديالها. اكيد غادي نمشيو دابا نزيدو هادشي في الطاوه. صافي غادي نكبو هاد الخليط ديالنا هنايا، كتجي باش كتجي داك لاصوص عاقده وزوينه. صافي يعني كي قلت لكم، صافي واحد شويه غير طلع فيها الغليه، وغادي نطفيو عليها ان شاء الله، وغادي ندوز باش نقدموا لكم الحساء. واحد الريحه طالعه من هذا الحساء، ديك الريحه نتاع الزعتر اللي درنا والكراس وداكشي، طالعه واحد الريحه ما شاء الله غزاله. متتبعينا وصلنا صافي لطبق التقديم. الطريقه النهائيه هي هو، شوفوا الطبق تبارك الله ما شاء الله كيفاش جا خاطر. الخضره كلها هي باينه، كيف قلت لكم القريعه هي باينه، كلشي باين، الخضره طيبه داكشي اللي خاص طيب، ما طيبناش حتى تهرى وحتى ما بقاش تبان لينا الخضره، خصنا نحسوا بها. هنايا انا قدمته هذا هكا، وهذا قدمته مع رشيشه ديال الزعتر. هذا الزعتر بلدي غزال جاي من جبال الاطلس من عند الوالده الله يطول لها العمر. هاد الوصفه هذه قدمناها نزولا عن طلباتكم. بغيتو وصفات اللي تقد يعني العائله كامله تاكلهم، ماشي غير الناس اللي متبعين نظام غذائي صحي. فاختارينا لكم وصفه من الوصفات اللي عندنا ان شاء الله، ومازال نقدموا لكم المزيد. كيف قلنا يعني الشهر ما شاء الله، يعني الانسان كيكون بعض المرات عيان، ورا ما كيوصل للمغرب حتى كيكون شي واحد الانسان، خاصه الناس اللي خدامين كيعياو سبحان الله. فقدمنا لكم وصفه اللي تاكلوها نتوما ووليداتكم العائله كامله، وصفه صحيه اكيد. ونتمنى انكم تجربوها وتدعمونا بتشجيعاتكم، تخليوا لي جيم وتخليوا لي تعليق جميل، ونتمنى ايضا انني نشوف تطبيقاتكم. فشكرا لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى باذن الله تعالى. نهاركم مبروك وعشر مبروك على الجميع.